السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله غدانا اقتصادي جدا جدا ومفيد جدا جدا في جميع العناصر الغذائية. فوسفور بجد، فوسفور الغلابة، بس بطريقة والدلع فوق ما تخيلوا. دلعنا السردين والبسارية وعملنا سمك الفراخ، وعملت طريقة الصيادية معاكم. كل السمك يعرف طريقة بجد. المطاعم في اسكندرية عندنا بيعملوها بنفس الطريقة دي وطعمها مقرمش وجميل جدا. ويلا بينا عشان الفيديو طويل بقى وما اطولش عليكم، عشان اقول لكم بجد كل طريقه صح لكل حاجه من الحاجات دي ازاي تطلع معاكي نفس طعم المطاعم بجد. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل اعمالنا صالحه خالصه لوجهك الكريم، ولا تجعل للناس منها شيء ولا الشيطان منها نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. ولا اول مره تشوفي قناتي تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك والشير لاهلك واصحابك وحبايبك، وتعليقي الجميل اللي بيساعدني، وشير كتير كتير، ودعوه حلوه بظهر الغيب. ويلا بينا عشان نبتدي الفيديو بتاعنا الجميل الجامد قوي قوي قوي. يلا بينا. طبعا انا كنت غسل البصاري معاكم في فيديو المشتريات، غسلتها ونضفتها. هبتدي اتبلها بالملح والفلفل والكمون والليمون وفص ثوم. طبعا ما تستغربيش الفلفل الاسمر، بس بجد بيوديكي في تكه تانية خالص. انا كل المقادير بتاعه التوابل هحطها لك في صندوق الوصف، لان أنا هجري الفيديو عشان الفيديو ما يبقاش طويل معاكي. جبت فص ثوم واحد بس كبير كده وبشرته معايا وحطيته عليها. عايزه تحطي شطه كمان حطي شطه لو بتحبيها مشطشطه شويه. حطيت كل التوابل بتاعتي معايا كده، واديها تقليبه حلوه، يبقى البصاريه كده معايا جاهزه. هبتدي اسيبها كده. اهم حاجه لازم تسيبي تتبيله السمك اقل حاجه ساعتين عشان يشرب من التتبيله كويس. ابتديت نضفت السردين ازاي معايا. انا مسكت السردين بعد ما غسلتها ونضفتها من الراس والامعاء بتاعتها، بحاول اشيل السلسله اللي موجوده في النص دي، سلسله الظهر معايا. وزي ما قلت لكم السردين لحمه خفيف جدا وطري، مش مستحمل اي سكينه، كله بايديكي. بتمسكي سلسله الظهر تشيليها هي والديل. وطبعا السردين البلدي بتاعنا ما يبقاش فيه شوك كتير، فمش هيتعبك معاكي. زي ما انت شايفه بصبعك كده تتكي عليه هيتفتح معاكي. شيلي سلسله الظهر بالديل. لو في اي شوكه في ناحيه البطن شيليها معاكي، لان احنا هنشيله نعمله نلفه زي الشيش طاووق كده، فما يبقاش فيه اي شوك لاولادنا تضايقهم. هبتدي اتبل معايا بايه. جبت ليمونه كبيره كده، خدت بشر الليمونه بتاعتي، حوالي نص معلقه صغيره من بشر الليمونه. بتضيع ريحه اي سمك، ما فيش فيه زفاره. الاولاد اللي مش بيحبوا السمك عشان الزفاره ممكن ما يعرفوش ايه ده اساسا، يعني من كتر التتبيله بتاعتها الجميله مش هيحسسك ان في ريحه زفاره خالص. خدت نص معلقه صغيره من بشر الليمونه، وابتدي اعصر الليمونه الكبيره بتاعتي. والتتبيله دي على حسب كميه السمك اللي موجوده عندك، نص كيلو ربع كيلو على حسب الكميه. حطيت معلقتين كبار كده من عصير ليمون او ثلاثه، وثلاث معالق كبار من الزيت. وتبلت بالملح والفلفل والكمون والشطه والبابريكا، بتدي لون حلو قوي فيها لما تيجي تتحمر كمان. وزي ما قلت لكم هسيب لكم التوابل في صندوق الوصف. حطيت كل التوابل بتاعتي وقلبتها، وانزل بالسردين بتاعي واحده واحده بايديا مش بالمعلقه، لان قلت لكم ان السردين حساس جدا، لحمه حساس، عشان ما يتهراش معاكي، عشان نعرف نلف اللفه بتاعتنا اللي احنا هنعملها معاكم. وطبعا انا حطيت معلقه من الثوم البودر والبصل البودر، بتديها تكه حلوه كمان. بس ما حطيتش، حبيت احط اللي هو الفريش دلوقتي. هنزل السردين بتاعي واحده واحده كده، وابتدي اقلبه في ايديا في قلب التتبيله دي، على ما اجهز التتبيله التانيه اللي انا هحطها عليها تبقى اخر حاجه هحطها فيها. نزلت السردين بتاعي وقلبته في التتبيله بايديا واحده واحده كده يشرب منها، وهركنه لمده ساعه كده او ساعتين لحد ما ابتدي اشتغل فيه على طول. زي ما انتم شايفين يتشرب من التتبيله بتاعتي كده بالمنظر ده كده. هبتدي احطه في علبه او في حاجه في التلاجة. وحابه بس اقول لكم سمك الفراخ او اي سمك حابه تنضفيه من غير ما تفتحي بطنه. انا سمك الفراخ ده على طول بيبقى فيه بطروخ، مليان معدته مليان بطنه بطروخ كتير قوي، فبصراحه حرام ترميها خساره يعني. فانا بسحب حبيت بس افتح بطني دي كده من تحت كده عشان اوريكم البطروخه فيها عامله ازاي. بتمسكي السمكه الخياشيم بتاعتها تسحبيها بالراحه كده، بتطلع لك بالامعاء والبطن بتاعتها كلها زي ما انتم شايفين. اسحبها كده بالمنظر ده واتك على بطنها تكه بسيطه، تطلع لك كل اللي موجوده فيها. وبعد ما تطلعي الامعاء بتاعتها تحت الحنفيه في الميه كده اغسليها كويس جدا. واهم حاجه ما تسيبيش فيها اي دم، لان الدم ده هو اللي بيعمل ريحه الزفاره في السمك، بيخلي ريحته مش حلوه وطعمه مش حلو. غسلته كويس جدا زي ما انتم شايفين، وبطنه مقفوله. وازاي تقدري تسحبي المعده بتاعته من ايه، من بسبب الخياشيم. تبلت السمك بالملح والفلفل والكمون من جميع الاتجاهات كده، رشه ملح ورشه فلفل ورشه كمون، وقلبها. وهسيبه لمده 5 دقائق عشان اقول لكم السر ده شو هيعمل ايه بعد ما تدي التتبيله دي. جبت فص ثوم وجبت قرن فلفل اخضر وطحنتهم، وحطيت عليهم برده ملح وفلفل وكمون، واحط عليهم نص ليمونه هنا ونص ليمونه تاني هعصرها على السمك بعد ما اخلص.
بصوا بقى بعد ما سبتها لمده 5 دقايق او 10 صفت ميه ازاي، اي سوائل نازله بقى من السمك مكان ما انت غسلتيه ونضفتيه هتنزل مع رشه الملح والتوابل دي اللي انا نزلتها. جبت بقى الخلطه بتاعه الكمون والفلفل دي حاجه بسيطه خالص كده في قلب الخياشيم بتاعته في الامعاء كده، وابتدي ازقها كده زقه بسيطه، بتدي ريحه حلوه وتتبيله جميله جدا. واخر حبه دول بقى مش هرميهم، هنزل عليهم بالسمك والليمون واقلبهم. ولازم اهم حاجه السمك يفضل اقل حاجه ساعتين عشان يشرب من التتبيله بتاعتي. جبت بصلتين كبار وابتديت نزلت عليهم بحبه الزيت بتوعي، وابتدي احمر البصل بتاعي لحد درجه البني. جبت عيدان الكزبره وفصين من الثوم وهفرمهم كويس جدا في الهاند بلندر. شايفين البصل بتاعي بقى لونه بني ازاي؟ انا عايزه اللون ده للسمك الصياديه للرز الصياديه عشان يطلع معاكي لونه حلو قوي. حطيت ملح وفلفل، كركم، رشة جنزبيل ورشة قرفة، بتديكي تكة حلوة قوي للرز وريحة جميلة جدا وطعم حلو. وطبعا حبيت احط برضو رشة شطة، بحب الشطة كده ايه بسيطة في الاكل كده، ما تبقاش حامية بس بتدي تيست حلو قوي برضو الشطة. لو انت مش عايزة الشطة استغني عنها. حطيته يغلي وعملته زي معاملة الرز العادي جدا معايا. بعد كده حطيت بقى الكزبره والثوم اللي موجودين معايا دول، واحط عليهم معلقه صغيره كده من الزيت. دي معلقه صغيره انا بعاير بيها بتاعت اللي انا بقلب بيها دي. قلبت الكزبره والثوم والمعلقه الزيت دي، وانزل عليها بقلب السردين بتاعي واقلبه بايديا تقليبه بسيطه خالص كده. انا ما حبيتش احط الثوم والكزبره في الاول خالص، حبيت اخليهم كده في الاخر عشان تبقى ريحتهم حلوه وفريش كده وانتي بتعمليه اول ما تشتغلي فيه يعني، عشان ما تقعدش الريحه، فالريحه بتاعت الثوم والكزبره تروح يعني. ومسكت السردينه ولفتها زي ما انتم شايفين رول كده بالمنظر ده، ومجهزه الاسياخ بتاعت الشيش طاووق بتاعتي وادخلها فيها السردينه بتاعتي بالمنظر ده. خلي التقفيله من تحت زي ما انتم شايفين كده، قلبتها وابتدي اديها لفه رول كده بالراحه، وادخل فيها سيخ الشيش طاووق بتاعي. اظن مفيش اسهل من كده خالص، بس النتيجه كانت رائعه جدا وكانت طعمها خطير جدا. انا هوريكم بقى طريقتين ازاي نتبلها بالفيجيتار بتاعنا او البقسماط اللي موجوده عندي معايا. انا طبعا لا اما تستخدمي الفيجيتار جاهز او اعملي زي ما انا عملت، ده عباره عن البقسماط العيش اللي كان بيبقى عندي، بطحنه وبتبله معايا تتبيلات معايا. لو عايزين ازاي تعرفوا تتبيله الفيجيتار اكتبوا لي في الكومنتات وانا اقول لكم ازاي على الطريقه بتاعته. جبت بقى البقسماط بتاعي او الفيجيتار بتاعي وحطيت السردينه بتاعتي، ظهر السردينه بس كده، وابتدي الفها رول ظهر السردينه. وانت لما تلفيها هيخش البقسماط التتبيله جواها زي ما انتم شايفين. حطيت الظهر فيها ولفتها وادخلها في السيخ بتاع الشيش طاووق معايا. هخلص كل كميتي بالطريقه دي واقول لكم بقى الطريقه التانية هتبقى عامله ازاي معاكي، والاسهل بالنسبه لك اعمليه. السردين ما بياخدش وقت في الفرن، خلي بالكم بشغله من فوق ومن تحت يا دوبك 7 دقايق بالظبط، وبيكون متحمر معايا، خد لون من لون فوق ومن تحت. ما بياخدش وقت بجد في السوا السمك يا جماعه، ما تسووهوش كتير عشان ما تفقديش فايدته كمان. جبت صاج وحطيت فيه ورق زبده واديته رشه زيت، ورشيت بقى سيخ الشيش بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. الطريقه التانية بقى اللي انا ما عملتوش، جبت البقسماط وبعد ما عملت السيخ زي ما انتم شايفين رشيتها رشه كده. الاسهل بالنسبه لك تعملي واحده واحده او تعملي كده، السهل بالنسبه لك اعمليه الطريقه دي او دي، الاتنين النتيجه كانت واحده نفس الطعم فما اختلفتش معايا. زي ما انتم شايفين رشتها بالمنظر ده. وفي الاخر طبعا انا مولعه الفرن بتاعي سخن وعملت واديته رشه زيت بسيطه كده من فوق عشان تديكي بقى قرمشه اكنه مقلي كده. وطعمه كان جميل جدا ومقرمش وكان تحفه جدا. وبقيه الكميه انا خدتها وحبيت بقى املحها معايا بنفس التتبيله دي كده، وتبلتها معايا عشان نفتحها مع بعض ان شاء الله في فيديو تاني واوريكم الجمال بجد بتاع بقى السردين والمملحات بتاعتنا. بس انا حبيت ازود عليها رشه شطه واحط عليها كمان حبه زيت واغطيها بقى واشيلها بقى لحد ما تتملح معايا. يومين اتنين بالظبط، اتنين عديهم على ايديكي وهيتفتح معاكي البسارية والسردين بالطريقه دي، وهيديكي نتيجه وطعم خطير فوق ما تتخيلي. كده ابتدي احط السردين بتاعي وابتدي اجهز بقى تتبيله السمك بتاعتي، هتطلع معاكي مقرمشه شبه بالظبط قدوره ومحلات المطاعم بقى بتاعت السمك بجد. حطيت 4 معالق كبيرة من الدقيق ومعلقة هرمية مليانة من النشا وقلبتهم كده مع بعض. النشا بتدي قرمشة حلوة جدا مع الدقيق، جربيها بتدي تست حلو قوي. هبتدي بقى اتبل الدقيق بتاعي بقى بايه، برشة كركم ورشة بابريكا، بتخلي السمك لونه حلو جدا معاكي لما يتحمر كده يدي لون جميل جدا نفس اللون بتاع المطاعم بالظبط. هبتدي بقى اجهز السمك بتاعي واقليه معايا. اهم حاجه في السمك عشان يطلع مقرمش معاكي لحد اخر واحده، ان الزيت بتاعك يكون مغطي السمك ويكون الزيت سخن. اول ما تحطي السمكه بتاعتي يكون الزيت سخن، وبعد كده تهدي النار تخليها نار متوسطه. ما توطهوش عشان ما يشربش الزيت وما يبقاش معاكي حلو، ولا تعليه عشان ياخدش لون من بره وما يبقاش مستوي من جوه ومش هيبقى مقرمش معاكي.
طبعا بحب احط قشر استفندي او برتقانه كده مع الزيت، بتخلي ريحه كده حلوه حواليكي كده، ميبقاش ريحه قليه السمك والزفاره معاكي كده. هبتدي افضل اقلب في السمك على جميع الاتجاهات 3 4 مرات كده لحد ما يديكي اللون الحلو ومقرمش معاه. اهم حاجه النار متوسطه، وتنفضي السمك بتاعك كويس جدا من الدقيق، عشان الدقيق اللي بينزل ده بينزل في الزيت يخليك الزيت يتحرق. بنزل بالبسارية واحده واحده عشان يديكي قرمشه، ما تبقاش مكلكعه، تبقى مفرفره كده مع بعض. وزي ما انتم شايفين السردين طلع معايا جميل والله، والبسارية كانت مقرمشه كده، والسمك تحفه جدا، ورز الصياديه بتاعنا طالع خطير، وتكة السلطة فص توم وعود كزبرة على السلطة بتوديكي في ناحية تانية خالص، ومعلقة الزيت. ألف هنا، يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم ويكون خفيف على قلبكم ويكون أفدتكم كمان. يا رب تكونوا استفدتوا. لو في أي استفسار ليكم اكتبوا لي في الكومنت بتاعكم. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسونيش في اللايك والشير لأهلك وأصحابك وحبايبك، وأشوفكم في فيديوهات تانية. ولكم استودعكم الله الذي لا تضيع أمانته. مع السلامة حبايبي.